السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وصحة وسعادة وهنا يا رب العالمين. معانا وصفة لطيفة قوي، وصفة طري على القلب كده، ووصفة حلوة قوي. زي بصوا يعني ايه، زمان كانوا بيحبوا الرز فيها كتير. يعني هنعمل رز بلبن بس بطريقة بسيطة جدا وطريقة عادية خالص من غير وش مكرمش زي اللي بيبقى بتاع المحلات دلوقتي، او يبقى جوسي من جوه. لا، هنعمله برز، يعني كوبايه رز كامله. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي، بيتي ومضمون 100% وطعمه يجنن. هنجيب معانا دلوقتي كوبايتين ميه وكوبايه رز، طبعا تكون مغسوله. تمام، انا مش بفضل اللي هي ما تتغسلش بصراحه، عشان النشا كده كده هي هتطلع النشا بتاعتها اصلا. هنحط كوبايتين الميه وهنحط عليهم كوبايه الرز بتاعتنا، نفس مقدار الكوباية نفسها كلها واحدة، للرز وللمية وللبن لكله. وبعد كده حطينا بعد كوبايتين المية كوباية لبن كمان معاهم، يبقى 3 كوبايات سوائل وكوباية الرز، ونحطهم على النار يغلوا ونوطي عليهم كده لغاية ما الرز يستوي معايا كويس جدا. تمام، طول ما الحاجة دي على النار عشان بيبقى فيها لبن، نحاول ايدينا تروح وتيجي كمان عشان الرز وكده والنشا اللي هتطلع منه. نحاول ان احنا نقلب يعني وتبقى ايدينا جوه الحله. تمام، علشان بس الرز ما يلزقش مننا ويعمل لنا الطبقه اللي هي البني من تحت او يتحرق مننا. بس كده. هنجيب عندي لتر ونص لبن، لتر ونص حليب. تمام كده. انا هحط اللتر ونص معاه ده كوبايه، هخلي كوبايه بس علشان هضيف فيها الحاجه اللي احنا هنشوفها دلوقتي، عشان الرز بتاعي يدي طعم اغنى، يعني يبقى طعمه احلى، ويبقى طعمه كده نحس ان هو غني دسم يعني. هنفضل نقلب زي ما احنا شايفين لغايه ما اللبن بتاعي يغلي. انا ما بحطش اللبن مغلي، انا بحط اللبن بيبقى جاي من عند يعني اللبان، وبحطه على طول، او اي لبن ايا كان بغليه، او الغلوه بتبقى جوه الرز بلبن، علشان يعمل لي كمان الوش بتاع القشطه بتاعتها، واستفاد بالشكل يعني بتاع اللبن نفسه. بس احنا بنغلي كده، يغلي اللبن معايا، اروح حاطه السكر. انا حطيت السكر، مقدار السكر انا يعني مش بنحبه مسكر قوي، فانا حطيت كوبايه الا ربع. وممكن تحطي كوبايه بتبقى حلوه قوي على الكيلو ونص لبن، كوبايه بالظبط. بتحبوا سكر قوي يعني احطوا بقى يعني كوبايه وربع مثلا، او كوبايه ونص على حسب انتوا بتحبوا سكر ازاي. معايا دلوقتي معلقتين كريم شانتيه باودر، او كريمه لباني اللي انتوا حابينه متوفر عندكم من عند اي بتاع حلويات، مستلزمات حلويات هتلاقوها عندها. مع ربع كوبايه ميه بقلبها فيها بارده. ليه؟ علشان انا ما احطش الكريم شانتيه في السخن فيقفش ويعمل لي كلاكيع صغننه، فبظبطها في كوبايه كده وبروح حطها. بعد كده هيبتدي يغلي معايا كويس، اروح عامله معلقتين نشا مش كبار قوي زي ما احنا شايفين كده، هنحطهم في برضو الربع التاني بتاع اللبن، ونقلبهم شويه يعني كويس عشان يدوبوا، عشان برضو ما يكلكعش مني. بس هقلب بقى الحاجة دي في بعضيها. في الاخر خالص هضيف الفانيليا بتاعتي، يعني حطيت كيسين مقدار نص معلقة. وكان بعد كده رحت حاطه معلقتين قشطه زي ما احنا شايفين. قشطه وش لبن بنشيلها، قشطه عندنا مفيش اي مشكله. وعذرا على صوت الصفير دي اصلا، يعني السو والحاجات دي، عشان ابني جاب لي كتكوتين وبلاني بيهم، انا مش عارفه اعمل ايه معاهم بصراحه. فهو سايبهم لي كده في الشقه وهم سرحانين معانا يعني. بس كده. بعد ما غلي معايا غلوتين، اروح جايبه الرز بتاعي وافضيه في البولات بتاعتي. انا الولاد كانوا عايزين فرن كمان، فانا حطيت قسمت المقدار بتاعي على اطباق تتاكل كده واطباق تتاكل في الفرن. تمام، بيبقى طعمه حلو قوي وهما بيحبوه. بس انا بحط بقى، ما بملاش قوي الاطباق بتاعتي او الطواجن بتاعتي، بحيث ان الحاجه ما تفورش يعني وهي جوه ال النار يعني وكده. خصوصا في الرز اللي هو بتاع الفرن. بس كده. هسيب الرز بتاعي يبرد وتاني يعني، وهعمل بقى عندي قشطة، عندي كريم شانتيه، عندي اي حاجة نحطها على وش الرز بلبن والطواجن بتاعتي اللي هتتحط في الفرن. انا كان عندي قشطة، فانا حطيت على الوش كل طاجن كده شوية لطاف يعني، حطيتهم في صينية ورحت رميهم، او حطيتهم يعني جوه البوتاجاز بتاعي.
بعد كده الرز بعد ما برد انا ما بغطيهوش على طول عشان ما يعمليش طبقه ميه من فوق. اللي هيتحط في التلاجة بحط عليه بلاستيك راب، او لو ليها غطا البوله بتاعتي فبحطها في التلاجة، وبعد كده بناكلها عادي خالص. بصوا بقى ده كان يتجنن، مش عارفه اقول لكم، يعني زي الرز معمر بالظبط. طعمه بجد كان، علشان الرز بتاعه كتير، كوبايه رز كتيره وحلوه، كان طعمه حلو قوي. وكمان طعمه غني جدا، طعمه كان خطير بصراحه. بُصّوا، يعني أنا ما عرفتش أقف عن الطاجن، يعني لازم أخلّصه. بس كده، بعد ما طلّعته من التلاجة أهو زي ما إحنا شايفين، خَد طبقة من فوق كده مكرمشة بسيط، وبعد كده بقى نبتدي ناكله بالهنا والشفا. بجد كان يجنن، ووصفة لطيفة وتقليدية وحلوة أوي، ما فيهاش نشا كتير، بس رُزّها كتير فهيربط معايا كويس أوي. وبجد لو عجبتكم ما تنسونيش بلايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.